السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهارده التمر هندي. هنعمل مع بعض النهارده التمر هندي بطريقة سهلة وبسيطة واحسن من بتاع المحلات، ومقاديره سهلة وبسيطة. هنشوف هنعمل ايه مع بعض اهو. اول مكون معانا اهوت، معانا السكر، سكر التومين معانا غامق او فاتح. معانا السكر اهم حاجه يكون سكر حبيبات اهوت، انا مش عايز سكر ناعم ولا سكر مطحون، السكر العادي بتاعنا اهوت. معايا كوبايه هي من السكر اهو زي ما احنا شايفين مع بعض اهوت. ومعايا معلقه صغيره من روح جوز الهند اهوت، دي اللي هتدي الريحه معانا اهوت، خلي ريحته حلوه معانا اهوت. هنقلب قلب السكر اهو. ومعانا المكون التاني معانا اهوت، ملح الليمون، ملح الليمون معانا اهوت. معانا نص معلقه اهوت، نص معلقه كبيره او معلقه صغيره، اللي هو هيدي طعم المزازه زي اللي احنا بنجيبه من بره بالظبط اهوت، زي الجاهز بالظبط اهوت. ومعانا تاني مكون معانا اهوت، معانا لون طعام، لون تمر هندي اهوت. اللون البني بتروح لاي حد عطار بتجيب منه المكونات دي كلها ونقول انا عايزه لون طعام بني. اللون دي صحي يا جماعه، مش منه اي خوف ولا اي جلع اهوت. ممكن نقول عايزه مكونات التمر هندي ويديهالك على طول اهي. ومعانا المكون اللي هو معانا الاساسي بتاعنا هو الاسانس بتاع التمر هندي اهوت. اللون بتاع التمر هندي اهو اهو. حطينا معلقه صغيره مع بعض اهو. طبعا انت مهما تقلبي بالمعلقه مش هتجيب معاكي نتيجه، تلبسي جوينت اهو. وبتنزلي في المكونات دي كلها تبيت كهيه اهي اهو اهو. انا جربت بس الكوبايه، للي حابب يعمل اكتر بتضاعفي الكميه وبتضاعفي معاكي الكميه معاكي اهو يا حبيبي قلبي. معنا اهو بعد ما قلبت اهو دي بقى شكل اهو زي اللي احنا بنجيبه من بره اهوت واحلى اهو يا حبيب قلبي. هنجربه مع بعض اهوت. طبعا انت بتزودي السكر حسب ما انت عايزه، بتظبطي السكر بتاعك اهوت. مع كوبايه اهي فيها معلقتين من السكر، هتاخدي معلقه صغيره اهي، نص معلقه اهي اهو زي ما احنا شايفين اهو. طبعا بتظبطي السكر بتاعك زي ما انت عايزه، وعملنا حاجه سهله وبسيطه في البيت اهوت، ومضمونه احسن من اللي انت بتجيبيه من بره بتاع المحلات، زيه زي اللي انت بتجيبيه من افخم المصانع اهو معانا اهوت. يعني معلقه من ديت من اللي انت عاملاه دي يعمل معاكي لتر اهي، دي نص معلقه اهي، مش يكمل نص معلقه زي ما احنا شفنا اهوت عامل ازاي معانا اهوت. اتمنى ان شاء الله تجربوه، اتمنى يعجبكم، اتمنى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مع اسرار المطبخ مع نور.